بعد عناء طويل جدا 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 يا جدعان، اخيرا جالي البن كود. الورقه اللي انتوا شايفينها دي او الظرف ده بقالنا كام يوم، بقالنا 3 4 ايام في مشاورات ومحاورات مع الراجل بتاع البريد عشان توصل لنا. تمام. وطالبينها يعني او طالبينه عشان هو بين كود فيبقى مذكر. طالبينه بقالنا قد ايه؟ شهر، صح؟ بقالنا تقريبا شهر عشان يجيلنا البين كود. البين كود ده اللي هو يعني رقم هما بيبقوا باعتينه من جوجل، تمام، او من جوجل ادسنس. اهو مكتوب هنا جوجل ادسنس، وهنا جاي من جوجل طبعا. ايه عليه العنوان بتاعي والاسم وكده. الراجل بقى شاف كلمة جوجل قال لك بس الراجل ده هيناولني ايه؟ هيناولني 200 300 جنيه النهارده عند الراجل ده. فمرضوش هو جه. لا تعالى احكي لكم القصه من الاول بقى. الفكره ان انا كنت نازل في الاسانسير، حلو، ما لقيتش حاجه. بعد كده بقى ام مالك، يعني سبحان الله الخير بيجي على ايديها والله على طول. لقيتها بتتصل بيا وهي نازله بعديها على طول تجيب حاجه من تحت. قالت لي بقول لك انا لقيت ورقه في الاسانسير مكتوب فيها اسمك ومكتوب فيها ان بتاع البريد جه ما لقيناش، هو سايب رقمه وعايزك تتصل بيه. اتصلت بيه يا باشا، الحكايه والروايه. قال لي طب انا في العجمي، طب ايه؟ ها. بعد 3 ايام الراجل اتصل بيا قال لي انا جاي لك، وجه واخدت منه الورقه وايه، والدنيا بقت تمام. هو انا كنت بحكي لكم الحكايه من الاول ليه؟ وانا كنت بحكي الحكايه من الاول ليه كده؟ انت قلت كده. لا انا قلت احكي الحكايه من الاول ليه بقى؟ عشان كان هيترتب عليها حاجه. المهم بقى، فالراجل ايه قال لك بقى ده جاي من جوجل والراجل ده هيظبطني. كنت بحكي لكم الحكايه من الاول عشان اقول لكم ان الراجل لما جه ما لقانيش ما رجعش بقى الجواب ده. المفروض يرجع في مكان كده، لما انت مثلا لما هو يروح ما يلاقيش صاحب الحاجه المفروض بيرجعوا المكتب اسمه مكتب التوزيعات. وانا بروح مكتب التوزيعات ده اسال عليه هناك. الراجل بقى شاف عليه جوجل وقال لك بس الشغله دي كبيره، قام جاي حاطط ايه الجواب ده في جيبه وقال لي العهده معايا، تمام. والراجل مأجز 3 ايام. طب هو ينفع كده؟ المهم الراجل يعني مشكورا جه واخدته منه، مسك البطاقه بتاعتي بقى وركز ورا قوي بقى، عايز يعرف انا شغال ايه، يعني شغال ايه اللي جاي له حاجه من جوجل ده. ده مع حلو ده. المهم اخدت منه الجواب، وانا الصراحه قلت ان انا اوثق اللحظه دي، لان حاجه زي دي طبعا مش هتحصل بعد كده. يعني دي في تاريخ القناه هي بتحصل مره واحده بس. هفتح بقى معاكم ايه. بص بيقول لك ايه: ازل الحواف الجانبيه اولا. وعاملين هنا ايه نقط كده، فاحنا ايه هنفك دي كده مع بعض. يا سلام، تحس والله ان انت بتعمل انجاز في حياتك. شوف هي حاجه بسيطه بس تحس بالانجاز والله. افتح ايه بقى يا جدعان اخر ناحيه كده. انا فتحت دلوقتي الموقع وبيقول لي دفعاتك معلقه لانك تحتاج الى اثبات صحه عنوانك، والمفروض ان الكود اللي هنا هو اللي هيثبت صحه عنواننا، تمام. والله يا جدعان انا شفت الويل وشفت المر، وبقالي دلوقتي حوالي 1.5 سنة بعمل فيديوهات. يا جدعان فتحت يا جدعان الورقه. الجماهير بتحيي، شكرا. مش عارف اقول لكم ايه والله يا جدعان، انا مكسوف والله. معلش لحظه. نعم. احنا شفنا الويل وبقالنا سنتين، مش سنتين، لسه ما كملناش سنتين بنعمل فيديوهات وبنرفع فيديوهات، وكلنا صبر وكلنا يعني كل حاجة حلوة. عد لحد 3 عشان ادوس ارسال. ماشي، يلا 1 2 3. ارسال. معلش اللاب بتاعنا بعافية شوية. بطيء. الحمد لله. نعمل ريفرش بقى كده. ضن يا باشا كده. احنا الحمد لله. دي الخطوة رقم كام اللي احنا نتخذها؟ لا احنا طبعا الورقة دي هنحتفظ بيها، دي اول حاجة تجيلنا من ريحة اليوتيوب، من ريحة جوجل. احنا اول حاجة اللي هي دي تاني حاجة كده نعملها في اليوتيوب، او تاني خطوة. اول خطوة كانت ان احنا نحقق الشروط بتاعته، الحمد لله ربنا كرمنا وحققناها. تاني خطوة كنا ان احنا نقدم القناة للمراجعة ونستنى ان هي توافق عليها، والحمد لله توافق عليها. دي تالت خطوة، وان احنا وصل لنا البين كود. وانا كان كل خوفي ان هو ما يوصلش، لان بسمع ناس كتير تقولك ان البين كود ما بيوصلش طبعا. وفي حالة ان هو ما بيوصلش الناس بقى بتدخل في قصة تانية بتاخد حوالي 4 شهور.
فيعني الحمد لله دي نعمة من عند ربنا ان الخطوة دي احنا حققناها. وادعوا لي بقى يا جدعان، وادعوا لي واكتبوا لي كومنتات حلوة ان ربنا يوفقنا في الفترة اللي جاية. يلا اشوفكم في فيديو جديد بقى، سلام.